تحية قوية من مصرية زيك يا مروة. أنا بجد بأحييكي وشابوه، أرفع لك القبعة على الشجاعة اللي أنت عملتيها. بس رغم كده قلبت الدنيا كلها على بعضها. تعالوا نشوفوا إيه اللي بيحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، معكم رويدة سويلم. طبعا يعني ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس ولايكاتكم الجميلة عشان يوصلكم كل جديد. وأول ما نبدأ الكلام هنقوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يعني انا بقول ان شابوه لبنت الرئيس السابق، ايا كان ان كانت بنت الرئيس السابق او مش بنته، هي طالعه بلقب بنت الرئيس السابق. قلبت السوشيال ميديا والدنيا كلها على وفاء عامر، على بدريه طلبه، على حاجات كتير. واهم ما في المواضيع تجاره الاعضاء، تجاره الاعضاء. ومتهمه ان وفاء عامر باعت كليه شيكا الله يرحمه، وطبعا احنا ما نعرفوش. وطبعا كل الشعب بيطالب الان باستخراج جثة شيكا ويعرفهم اذا ان كان دخل القبر بتاعه بدون كلية ولا لا. وحاجات كتير قوي يعني الواحد بجد من دماغي خلاص اتقلبت ومانيش عارفة اقول ايه واتكلم عن ايه بالظبط. يعني ايه الحقائق اللي احنا شايفينها او بنسمعوها؟ هل دي حقيقة ام خيال او ايه بالظبط؟ ايه تجارة الاعضاء اللي طالعة في المقدر جديد؟ احنا عارفين ان كان في مصر زمان تجارة الاعضاء كانت معروفة عن طريق الاطباء والمستشفيات والحاجات دي. لكن لما تكون متهمة فيها وفاء عامر وما ادراك وغيرها في تجارة الاعضاء، دي حاجة بقى تانية. لازم نعمله وقفة جامدة قدام الموضوع ده، لان الموضوع ده خوف الشعب المصري. امهات الشعب المصري كلهم خافوا على اولادهم. يعني زي موضوع محمد خالد الولد الصغير اللي تاه من 4 سنين، كان تايه وعنده 6 سنين، ودلوقتي امه بتقول عنده 10 سنين، ومحتاجه تاخد العظام بتاعته. لو كان فعلا باعوا اعضائه ومات، ادوني العظام بتاعت ابني علشان احطها في تربه واترحم عليه. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انتوا محتاجين الفلوس بتاعت تجاره الاعضاء دي في ايه؟ ليه بتبوظوا سمعتنا وسمعه البلد؟ ده مصر دي حره مستقله يا جماعه.